سلام الله عليكم مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم من جديد ضمن حلقات برنامج بودكاست وحوار مع كاتب. أستضيف اليوم الكاتبة الجزائرية المرموقة في مجال الكتابة، الأستاذة زهراء الرفاس، ضمن حلقات برنامج راديو بودكاست لايف. أترككم مع الكاتبة زهرة لكي تتحدث حول تجربتها. عليكم ورحمة الله. أولا أعرف بنفسي أنا الكاتبة زهرة رفاس، كاتبة جزائرية من مواليد 2007. أبلغ من العمر حاليا 18 سنة. أعيش في ولاية معسكر وأتابع دراستي في السنة الثانية ثانوي، جذع مشترك آداب وفلسفة. أكتب الرواية والنصوص النفسية والدينية وحتى الوجدانية، إضافة إلى المقالات والقصص القصيرة. أؤمن أن الكلمة الصادقة قد تغير الإنسان وتكون أحياناً عزاءه الوحيد. أكتب لأنني أؤمن أن الكتابة شفاء، وأنني خلقت لأكون صوتاً للذين لا يسمع صوتهم. بالنسبة عن تجربتي في مجال الكتابة، بدأت علاقتي مع الأدب منذ الصغر. كنت أبلغ من العمر حوالي 12 سنة. كنت مولعة بالمطالعة، وغالبا ما كنت الأولى في القسم من خلال حصص القراءة. هذه العلاقة العميقة مع الكتب أنضجت في داخل حب الكتابة. لم تكن بدايتي مثالية، لكنها كانت صادقة. كنت أكتب يوميات، تأملات، ثم خواطر، قبل أن أبدأ في كتابة نصوص أطول ذات عمق نفسي أو اجتماعي. مع الوقت تطورت أدواتي وصرت أكتب في قوالب متعددة، منها الرعب النفسي، نصوص دينية للفتيات، اليوميات الأدبية. وتجربتي ما زالت في بدايتها، لكنها تحمل الكثير من الإصرار والرغبة في التطور. سأتكلم عن أول عمل لي. كان عنوانه الليلة التي زغردت فيها الأرض. رغم أنه لم يكن في المستوى من حيث الأسلوب أو الحبكة، لكنه كان بداية جميلة. كتبته بدافع داخلي لأروي قصة ليلة اختلطت فيها الزغاريد بالخوف والأمل المتولد من الألم. رسالة هذا العمل أن الإنسان يمكنه أن يجد الفرح حتى في أحلك اللحظات، وأن الكتابة قادرة على تحويل الوجع إلى نداء حياة. نبذة عن أبرز أعمالي. أول عمل لي الليلة التي زغردت فيها الأرض، تحدثنا عنه من قبل. رواية قصيرة عن النجاة والألم وحب الوطن إلى آخره. وكتاب لا توقظني عند منتصف الليل الساعة 00. رواية تراب نفسي. والخيط الأسود، عمل سوداوي يحمل رموزا نفسية. كتاب وصايا لقلب تائه، كتاب ديني نفسي موجه للبنات. وكتاب الخامس نكتب لنشفى، كتاب وجداني عميق من 50 صفحة على شكل يوميات تحدثت فيها عن تجاربي إلى آخره. سادس كتاب كنا مراهقات، كنا مشرفات عليه أنا والزميلة الخلوقة آية بالباشا. كتبنا فيه مجموعة من الفتيات نصوصا وخواطرا عن المراهقة، الألم والعلاقات. رسالتي لكم أيها القراء: لا تبحثوا عن الكمال فيما يكتب الكاتب، بل ابحثوا عن الصدق، لأنه يكتب ليتشارك معكم تجربة إنسانية لا ليبهركم. أما رسالة عملي، ففي أقصى لحظات الألم قد تولد الحياة، وقد تضحك الروح من عمق حزنها. قررت أن أقول أن الضعف ليس عيبا، وأن النجاة لا تحدث دائما في وضح النهار، أحيانا تأتي في ليال مظلمة وتزغرد لها الأرض. في هذه التجربة الجميلة لم أكن وحدي وراء كل كلمة قلتها. كان هناك من ساندني، من آمن بي، من منحني المساحة لأحكي حكايتي. شكرا من القلب لكل من ساعدني لأكون جزءا من هذا البودكاست. شكرا لكل من تعب خلف الكواليس، ولكل من استمع لكلماتي وأعطاها وزنا. وشكر خاص لصوت أمي الذي كان يشبه الدعاء، ولظل أبي الذي يشبه الأمان. أنتم أول الحروف في كل ما أكتبه، وآخر المعاني في كل نص أنهيه. أنا زهرة رفاس، وهذا ليس الختام، بل بداية جديدة لصوت لا ينكسر ولا ينهزم.